مقارنة سريعة من كل لعيب في الزمالك ولاعيب في بيراميدز في نفس المركز. في حراس المرمى في بيراميدز أحمد الشناوي واحنا عندنا المهدي سليمان، تعادل. في الباك اليمين احنا عندنا عمر جابر وهم عندهم الشيبي يكسب. في قلب الدفاع هم عندهم محمود مرعي، احنا عندنا عبد المجيد، تعادل برضه. عندهم برضه في قلب الدفاع أحمد سامي واحنا عندنا محمد إسماعيل، تعادل نفس المستوى تقريبا. في الباك الشمال احنا نكسب، عندنا بنتايج وهم عندهم كريم حافظ، طبعا بنتايج يكسب. نخش على نص الملعب، احنا عندنا محمد السيد هم عندهم مهند لاشين يكسب. احنا عندنا محمد شحاتة هم عندهم الكارتي برضو للأسف هو هيكسب برضو. نخش بقى على صانع اللعب، احنا عندنا عبد الله السعيد هم عندهم ناصر ماهر، انا شايف ان هي تعادل. عندنا في الجناح اللي فوق خوان ألفينا وهم عندهم بيلعبوا قطة او زيكو، مش هتفرق اي حد قدام خوان ألفينا، طبعا خوان ألفينا هو اللي هيكسب. عندهم تحت زلاكا واحنا عندنا الاخ شيكو بنزا او احمد شريف. انا بقول ان زلاكا يكسب اي حد فيهم برضه، فهم كده عندهم في الجناح زلاكا اللي هيكسب. في راس الحربة هم عندهم بيستون مايلي واحنا عندنا ناصر منسي طبعا الاسطورة، بس الحق هم هنقول تعادل برضه. بس اللي هيفرق في الماتش مش ان احنا في الملعب مين في التشكيلة الاساسية عنده لعيبة احسن، هم لو حسبناها هم عندهم في التشكيلة الاساسية لعيبة احسن مننا، بس اللي هيفرق ان هم عندهم دكة احسن مننا. الماتشات اللي زي دي ممكن الدكة هي اللي تحسمها. عندهم مصطفى فتحي، مروان حمدي، عندهم كمان في نص الملعب حامد حمدان، بلاتي توريه، عندهم قطة، عندهم أسامة جلال، عندهم علي جبر، عندهم لعيبة كتير جدا، عندهم فرقة تانية قاعدة احتياطي. احنا عندنا على الدكة مين اللي ممكن ينزل يعمل فرق؟ ممكن زي الماتش اللي فات كده مثلا، نزل عدي الدباغ ما عملش حاجة قوي، ده ممكن وممكن. ممكن احمد ربيع نزل كسبنا، بس احمد ربيع لسه راجع من اصابة. طبعا الجزيري خلاص ده سيبك منه. فالماتش بكرة ممكن اللي يكسبنا حاجة واحدة بس ان شاء الله، يعني الجمهور بعد ربنا. الجمهور هو السبب ان احنا نكسب بكرة ان شاء الله، غير كده لا. سلام.